السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. احنا طبعا اليومين دول داخلين على عيد شم النسيم، وهنا في الصعيد عامة بيحبوا الأكلات اللي هي المالحة زي الملوحة والرنجة. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي عن ملوحة الكلاب واتكلمنا عنها قبل كده، اللي هي كلب البحر اللي هي بسنان دي. وأهم حاجة انت تشتري الملوحة ما تكونش محطوطة في مية ولا ألوان، الكلام ده سوا قلناه قبل كده اهو. في برضه معانا برضه الرنجة، وانت بتشتري الرنجة تحرص دايما انها تكون طالعة لك من الديب فريزر من التجميد، ما تكونش سايحة أو معروضة من بره أو منشورة أو منشرة من بره. لان الرنجه غير الملوحه، الرنجه من السمك اللي هو بيحتاج درجه تبريد عاليه اللي هي تجميد، مش ثلاجه حتى كمان يعني عشان تبدا تاكلها. الملوحه برضه في معانا برضه هنا الملوحه اللي هي المخليه. بالنسبه لفي ناس كتير ما بتحبش او ما بتعرفش تاكل الملوحه. في طريقه معينه ممكن تاكل بيها الملوحه، ان هي تبقى مخليه وتتعمل في الخلاط بطحينه وفول سوداني وحمص. بتاخد الملوحه المخليه اللي زي دي، بتقطعها قطع صغيره كده اهو، بتعمل سلطه الطحينه عادي بالليمون وبالخل وتظبطها عادي، وبتطحن فول سوداني وحمص مع بعضيهم وتحط الخلطه دي كلها مع بعضيها في الكبه او في الخلاط. بتطلع لك الملوحه دي بتبقى عامله زي المربى. بتاكلها وتتبسط منها خالص، وتتحكم في درجه الملوحه بتاعتها. وكمان انت بتشتري الملوحه ما تدورش على الملوحه اللي هي العدمه ولا الكلام ده، دور على الملوحه تكون صح. بالعكس، كل ما كانت الملوحه الملح بتاعها مظبوط، اللي هو مش عادم جامد، تعرف ان هي صحيه. لان في ايدي انا ممكن وانا ببيعها ممكن ان انا اعدمها خالص احطها في ميه، وطبعا الحاجات دي لو اتحطت في ميه من الحنفيه او حاجات زي كده لو ما اتاكلتش في خلال يومين ثلاثه ممكن تفسد.